لما الضلمة تبقى ستارة والدم يبقى سلعة، يبقى في سوق مفتوح اسمه سوق الظلال. هنا الأرواح بتتوزن بالكيلو والجثث بتتسعر بالدولار. بس في وسط الجحيم ده فيه اللي قرر يقول لأ، قرر يحارب حتى لو التمن حياته. استعدوا، الرحلة لسه هتبدأ. الليل كان ساكن بطريقة غريبة في شوارع القاهرة، والأنوار الصفرة الخافتة مرسومة على الأسفلت المبلول من مطر خفيف. عمر كان ماشي بسرعة وبيحاول يلحق آخر ميكروباص رايح الحلمية. في جيبه موبايل بيتصل بيه صديقه حسام كل شوية. حسام خرج من عملية بسيطة في مستشفى خاص في مصر الجديدة، والدكتور قال إن العملية نجحت وإنه محتاج يومين ويرجع أحسن من الأول. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش طبيعي خالص. عمر لقى نفسه واقف قدام باب المستشفى بعد نص ساعة. استقبلته ريحة المطهرات اللي تخنق والسكون المرعب اللي مالي المكان. دخل يسأل عن صاحبه. الممرضة بصت له وقالت له ببرود: أسفة يا فندم، مفيش حد اسمه حسام هنا في السجلات. عمر اتصدم. إزاي يعني؟ أنا كنت معاه من 3 ساعات جوه. الممرضة هزت كتفها ومشيت كأنها متعودة على النوع ده من الأسئلة. خرج عمر للشارع، قلبه بيدق بسرعة. حاول يتصل بحسام، الموبايل بيرن لكن محدش بيرد. فجأة شاف واحد غريب واقف قصاده على الرصيف التاني، لابس بدلة ونضارة سودة بيبص عليه من بعيد. الراجل مسك الموبايل، وبعد ثواني عمر جات له رسالة صوتية غريبة على تليفونه: انسى صاحبك حسام وما تدورش لو عايز تفضل عايش. الرسالة اتمسحت بعدها بثانية، وعمر لأول مرة في حياته حس إن الدنيا أوسع بكتير من اللي متخيله، وإنه فتح من غير قصد باب مش هيعرف يقفله. عمر معرفش ينام طول الليل. كل ما يغمض عينه يفتكر صوت الرسالة اللي جاتله: انسى صاحبك لو عايز تفضل عايش. الفضول كان بياكل فيه. ازاي صاحبه حسام يختفي كده؟ وازاي المستشفى تقول مفيش حد بالاسم ده؟ الصبح لبس هدومه وقرر يروح المستشفى تاني. دخل من باب الطوارئ. الجو جوه كان برد بشكل مش طبيعي، والريحة زي ما هي، ريحة مطهرات مخلوطة بحاجة معدن شبه الدم. وهو ماشي في طرقة المستشفى لمح حاجة على الأرض ووطى بسرعة. كان في نقطة دم ناشفة صغيرة بس واضحة. عين عمر وسعت وهو بيتتبع الأثر لحد ما وصل لباب جانبي مكتوب عليه ممنوع الدخول. وقف قدام الباب وودانه مركزة. سمع صوت خطوات تقيلة جاية من جوه. قلبه دق بسرعة، وفجأة الباب اتفتح. خرج دكتور لابس بلطو أبيض، وشه شاحب كأنه ما بينامش. بص لعمر بنظرة حادة وقال: انت بتعمل ايه هنا؟ عمر ارتبك وقال: كنت بدور على صديقي حسام، كان هنا امبارح. الدكتور ابتسم ابتسامة باردة وقال: يمكن غلطان في المكان، المستشفى دي ما فيهاش مريض اسمه حسام. وبكل هدوء قفل الباب وراه. بس عمر وهو واقف لاحظ إن كم البلطو بتاع الدكتور عليه بقعة دم لسه جديدة. عمر رجع بيته وهو مش قادر يرتب اللي بيحصل. صورة بقعة الدم على كم الدكتور مش راضية تفارق دماغه. قعد على السرير ماسك الموبايل بيدور على أي خبر عن المستشفى دي، بس مفيش حاجة، كأنها مش موجودة أساساً. الساعة كانت قربت 3 الفجر،
والشارع هادي. فجأة جرس الباب رن. عمر اتجمد في مكانه. مين ممكن يزوره دلوقتي؟ فتح الباب بحذر، لقى ظرف صغير أبيض متساب على الأرض. بص حواليه، الشارع فاضي. خد الظرف بسرعة وقفل الباب. فتح الظرف، جواه ورقة مطوية مكتوب فيها بخط مطبوع: لو عايز تعرف الحقيقة، بكرة 12 بالليل مستودع 17 في المينا، تيجي لوحدك. ايده بدأت تعرق. مين اللي بعت الرسالة دي؟ وليه عايزني اروح لوحدي؟ قعد يفكر، هل ده فخ من الناس اللي ورا اختفاء حسام، ولا فرصة يلاقي دليل؟ في اللحظة دي تليفونه رن، رقم غريب. لما رد سمع صوت راجل غليظ بيهمس: لو رحت حياتك هتنتهي أسرع مما تتخيل. والمكالمة اتقفلت. عمر فضل ماسك الموبايل، قلبه بيدق والورقة لسه في ايده. دلوقتي عنده اختيارين: يا يبعد يا يدخل أعمق في المتاهة. الليل جه بسرعة وعمر ما كانش قادر يركز في أي حاجة طول النهار. الرسالة اللي جاتله والمكالمة التحذيرية كانوا شاغلين دماغه. وفي الآخر قرر يروح المستودع حتى لو كان فخ. وصل 12 بالليل تقريبا. المينا كانت ضلمة وهادية إلا من أصوات البحر والكلاب الضالة. دخل جوه مستودع 17. المكان ريحته رطوبة وعفونة، كأن مفيش حد دخل هنا من سنين. وفجأة نور كشاف اتسلط عليه من فوق. عمر رفع ايده يغطي عينه وسمع صوت رجولي جهور: انت كنت مع حسام آخر واحد، صح؟ عمر اتلخبط. انت مين؟ هو فين صاحبي؟ الراجل خرج للنور، ضخم البنية، لابس جاكيت جلد وعلى ايده وشم غريب على شكل دايرة سودة جواها خط مائل. الوشم شكله مرعب، كأنه رمز العصابة. الراجل قرب من عمر وقال: اللي بتدور عليه مش هتلاقيه، هو دلوقتي جزء من سوق الظلال. عمر عدل نفسه وقال: سوق الظلال؟ يعني ايه الكلام ده؟ الراجل ضحك بخبث وفتح موبايله وورى عمر صورة حسام ممدد على سرير معدني محاط بأجهزة طبية، ومرسوم على صدره نفس الوشم الأسود. عمر اتجمد مكانه. الوشم ده مش مجرد علامة، ده كأنه ختم ملكية. عمر كان واقف متجمد قدام الصورة. صوته اتكسر وهو بيقول: ايه اللي عملتوه فيه؟ هو عايش؟ الراجل الضخم بصله ببرود وقال: لسه، بس مش لوقت طويل. احنا هنا مش بنسيب حاجة تضيع، كل عضو وليه تمن. الكلام وقع على ودن عمر زي الرصاص. يعني حسام اتخطف عشان يتباع جزء جزء. الراجل قرب منه ومد ايده ببطاقة سودة عليها نفس الرمز. انت شكلك شجاع ومحتاج فلوس. الشبكة بتدور على ناس زيك، صفقة صغيرة تدخلها لنا ونأمن مستقبلك، أو تفضل تهرب لحد ما نقرر نخلص عليك. عمر بص للبطاقة، قلبه بيدق بسرعة. يعني ايه؟ صفقة ايه؟ عملية تسليم بسيطة بكرة بالليل، لو نجحت فيها هتدخل سوق الظلال بشكل رسمي. ولو رفضت؟ الراجل ابتسم ابتسامة باردة وقال: ساعتها هنعتبرك بضاعة. الراجل مشي وسابه واقف في نص المستودع المظلم، والدخان طالع من البحر كأنه أشباح. عمر مسك البطاقة بإيده المرتعشة. دلوقتي بقى قدامه طريقين: يا يخش معاهم عشان يوصل لحسام، يا يرفض ويتحول هو كمان لقطعة غيار في السوق الملعون. في ليل اليوم التاني عمر كان واقف قدام مبنى مهجور في أطراف المدينة.
نفس الراجل الضخم استقبله، بس المرة دي معاه شنطة سودة مقفولة كويس. الشنطة دي هتوصلها لمكان محدد، مش مطلوب منك تفتحها ولا تعرف اللي جواها. لو وصلتها تبقى أثبتت إنك تستحق تبقى معانا. عمر مسك الشنطة وإيده بتترعش. ركب عربية قديمة كانت مستنياه، جواها سواق غامض، ملامحه ناشفة، عينيه ما فيهاش أي تعبير. الطريق كان طويل ومظلم، وصوت موتور العربية بيزن في دماغه. طول السكة كان قلبه بيدق. يا ترى إيه اللي جوه الشنطة؟ فلوس، مخدرات، أعضاء؟ بعد ساعة تقريبا وصلوا فيلا ضخمة في التجمع. البوابة اتفتحت ودخلوا جوه. هناك استقبلهم دكتور لابس بالطو أبيض، بس شكله مختلف عن الأطباء الطبيعيين. عينيه تقيلة وصوته جاف. قال للسواق: جبت الحاجة؟ السواق شاور على عمر سلم الشنطة. الدكتور فتحها. عمر لمح بطرف عينه إن جواها كيس دم متجمد، ومعاه صندوق صغير فيه كلية بشرية ملفوفة بعناية. الدكتور ابتسم وقال: تمام، البضاعة وصلت سليمة. عمر حس برجوع الدم لوشه. كان عارف إن اللي بيشوفه مش مجرد لعبة، ده عالم بيتاجر في البشر كأنهم سلعة. قبل ما يمشي الدكتور مسك كتفه وقال له بصوت واطي: اللي دخل في وسطنا عمره ما بيعرف يخرج زي ما دخل. بعد ما خلص توصيل الشنطة، الراجل الضخم استناه بره وقال له: مبروك، نجحت في الاختبار الأول. دلوقتي لازم تشوف بعينك عشان تفهم إحنا مين. ركب معاهم عربية فان سودة بزجاج معتم. الطريق كان طويل والهدوء مرعب، لحد ما وقفوا قدام مبنى كبير شبه مستشفى، بس مفهوش أي يافطة. دخل عمر معاهم، قلبه بيخبط في صدره. ممر طويل لونه أبيض، والجو ريحته مطهرات قوية. حس كأنه في مستشفى تحت الأرض. الراجل فتح باب معدني تقيل. عمر اتجمد مكانه. جواه أوضة واسعة كلها أجهزة حديثة وأضواء بيضة ساطعة، وعلى سرير معدني فيه شاب مربوط من إيديه ورجليه، جسمه بيرتعش وهو بيحاول يصرخ، بس فيه كمامة قافلة بقه. الدكتور واقف لابس كمامة وجوانتي، ماسك في إيده مشرط لامع. بص للراجل وقال ببرود: جاهز؟ الراجل شاور على عمر: ده متدرب جديد، لازم يتعلم. الدكتور ضحك ضحكة باردة وقال: اتفضل شوف، ده درس عمرك ما هتنساه. عمر كان واقف بيترعش، مش قادر يصدق عينيه. الدكتور بدأ يشرح وهو بيقطع في الضحية كأنه بيشرح درس في كلية طب. دي الكلية بتتباع بره بآلاف الدولارات، وده الكبد سعره أغلى من الذهب. دموع نزلت من عين عمر غصب عنه. الصوت والريحة المعدنية للدم، وصوت أنين الضحية وهو بيموت ببطء، كل ده فضل يتسجل في دماغه. الدكتور بصله وقال بابتسامة مجنونة: أهلا بيك في الغرفة البيضاء. هنا الأرواح بتتفكك عشان تتحول لأرباح. بعد اللي عمر شافه في الغرفة البيضاء كان خلاص عايز يخرج يصرخ، بس الراجل الضخم مسكه من دراعه وقال له: انت لسه ما شفتش حاجة، تعالى. نزلوه لدور تحت الأرض، مكان أشبه بصالة كبيرة مضاءة بنور هادي، فيها كراسي جلد وبار شيك مليان كؤوس، كأنك داخل فندق 5 نجوم، مش جحيم. بس الغريب مش المكان، الغريب كان الناس. رجال أعمال في بدل غالية، ستات لابسة ألماس، وأجانب بيتكلموا بلغات مختلفة، كلهم قاعدين بيضحكوا ويشربوا كأنهم في حفلة.
الراجل الضخم همس في ودن عمر. دول الزباين اللي بيشتروا بضاعة الغرفة البيضاء. عمر حس بغثيان، بص حواليه ولاحظ إن في شاشات عرض على الحيطان. كل شاشة كانت بتعرض قائمة أسعار: كبد، كلية، قرنية، قلب، جنبها السعر بالدولار. واحد من الزباين، راجل أصلع في الخمسينات، نادى على الدكتور وقال له: أنا محتاج قلب خلال 48 ساعة وفلوسك جاهزة. الدكتور انحنى بابتسامة وكأنه بياخد أوردر في مطعم. أما ست أجنبية كانت قاعدة بتدخن سيجار غالي، قالت: عايزة كلية لابني، بس لازم تبقى من متبرع صغير في السن. عمر حس الدم بيغلي في عروقه. إزاي البشر دول قادرين يتعاملوا مع أعضاء الناس كأنها منتجات في سوبر ماركت؟ الراجل الضخم بصله وقال ببرود: افهم يا عمر، البشر بالنسبة لنا مش ناس، هم مخازن قطع غيار. بعد ما خلصوا الحفلة، الراجل الضخم خد عمر لمكتب جوه المستشفى السري. المكتب كان بسيط بس مرتب، وعلى الكرسي ورا المكتب كان قاعد راجل شكله يوتر أي حد. طويل، نحيف، وشه مش عليه أي تعبير، عينيه سودة غامقة مفيش فيها رحمة، لابس بالطو أبيض نظيف بس إيده مليانة ندوب قديمة. الراجل الضخم قال باحترام: ده الدكتور صفوان، الكل هنا بيسميه الجزار. صفوان رفع عينه في عمر وبصله من فوق لتحت. صوته كان هادي بس بارد زي التلج: انت الجديد اللي كان بيتلخبط في الغرفة البيضاء؟ عمر بلع ريقه وقال: أنا لسه بفهم الدنيا ماشية هنا إزاي. الدكتور ضحك ضحكة قصيرة: الدنيا يا ابني مفيش حاجة اسمها دنيا هنا. هنا في سوق، واللي يدخل السوق يا يكون تاجر يا يكون بضاعة. قام من مكانه وفتح درج المكتب، طلع ملف سميك وحط قدام عمر. فتحه بسرعة، جواه صور كتير لضحايا، رجالة، ستات، أطفال. كل صورة مكتوب تحتها التاريخ، العمر، والعضو اللي اتاخد. صفوان قال وهو بيقلب الصفحات: أنا عملت فوق 1000 عملية، كل واحد منهم كان مجرد معاملة، رقم في دفتر. لو عايز تعيش لازم تشوفهم كده. عمر حس جسمه بيتجمد، بص على الصور. كل وش في الملف كان بيبصله كأنه بيتوسل. صفوان قفل الملف وقال ببرود: دلوقتي دورك، قريب قوي هيجيلك أول اختبار حقيقي، وهنشوف إذا كنت عندك قلب تبيع ولا قلبك هيتباع. بعد أيام قليلة من مقابلته مع الجزار، عمر اتفاجئ إن الراجل الضخم جاله وقال له: جه وقت اختبارك الحقيقي. أخدوه على أوضة صغيرة مظلمة فيها كشاف نازل من السقف بينور نص المكان بس. هناك شاف شاب مربوط على كرسي، عينيه متغطية وصوته مبحوح من كتر الصراخ. الراجل الضخم قال ببرود: الولد ده مديون للناس الكبار وما قدرش يسدد، والنهاردة دوره يتحول لبضاعة، لكن قبل ما ندخله الغرفة البيضاء عايزينك تشارك. عمر اتلخبط. يعني ايه اشارك؟ صفوان دخل الغرفة فجأة ماسك ملف وقال: الموضوع بسيط، عندك اختيارين، يا إما تساعدنا في تجهيز الضحية بنفسك، يا إما نقفل الملف ونضيف اسم جديد: عمر. عمر حس قلبه هيقف. إزاي يمد إيده في عملية زي دي؟ قرب من الولد المربوط وفجأة اتصدم. الولد رفع راسه شوية والإضاءة وقعت على وشه. كان مروان ابن خالته اللي كان من زمان بيعتبره أخوه الصغير. عمر اتشل مكانه: انتوا مجانين، أنا أعرفه. صفوان ابتسم ابتسامة باردة وقال: أهو ده الاختبار الحقيقي، يا إما تبيع اللي بتحبه أو تخليه هو اللي يبيعك. الكلام نزل زي الصعقة على قلبه. عمر حس إن روحه بتتقسم نصين.
إيه القرار اللي ممكن ياخده في اللحظة دي؟ عمر خرج من أوضة الاختبار وهو جسمه بيرتعش، مش قادر يصدق اللي حصل. طول الليل ما نامش، كل ما يغمض عينه يشوف وش مروان وهو مربوط، والابتسامة الباردة لصفوان. لكن جوه قلبه بدأ يتولد حاجة جديدة، مش مجرد خوف، كانت رغبة في إنه يعرف الحقيقة كاملة، يمكن يلاقي نقطة ضعف يقدر يضرب منها الشبكة. في يوم وهو بيتجول في الممرات السفلية للمستشفى السري، لمح باب مكتب صفوان مفتوح نص فتحة. دخل بحذر وقلبه بيدق. المكتب فاضي، بس الدرج بتاع المكتب اللي شاف فيه الصور قبل كده كان مش مقفول كويس. مد ايده وفتح الدرج بهدوء ولقى ملف أكبر وأتقل. فتحه بسرعة وعيونه وسعت. الملف كان متقسم على شكل جداول فيها أسماء وعناوين وأرقام قومية لناس كتير، مكتوب قصاد كل اسم مفقود، متبرع، منقول أو مباع. الأخطر إنه لقى أسماء مألوفة، منهم حسام صاحبه، قصاده مكتوب الحالة منقول، الكلية اليسرى. إيده اتجمدت وهو بيقلب الصفحات، ولقى قايمة تانية عليها أسماء دكاترة كبار ومسؤولين ورجال أعمال معروفين، كلهم ليهم نصيب من الأرباح. في آخر الملف كان في صورة مش واضحة، بس قدر يميز صورة لوزير صحة سابق قاعد في حفلة شبه اللي شافها مع الزباين. عمر قفل الملف بسرعة وحطه تاني زي ما كان. في اللحظة دي سمع صوت خطوات جاية ناحية المكتب، قلبه وقع وجري من الباب الخلفي قبل ما يتكشف. وهو بيجري في الكوريدور الضلمة كان عارف حاجة واحدة: الشبكة دي أكبر وأخطر مما تخيل. بعد ما شاف الملف السري، عمر بقى ماشي في المستشفى وكأنه شايل جبل فوق كتافه. كل خطوة بيسمع فيها صرخات من أوض مقفولة، كل باب يعدي عليه يتخيل وراه حد بيتقطع عشان يتباع. في يوم وهو ماشي لمح باب حديد صغير مفتوح شوية، شدته حاجة غريبة يخش يبص. الأوضة كانت شبه زنزانة، جدرانها عارية وسقفها واطي. هناك كانت بنت صغيرة مش أكبر من 10 سنين، وشها شاحب، عينيها واسعة مليانة خوف. كانت لابسة فستان قديم متوسخ وإيدها مربوطة بسلاسل خفيفة في الحيطة. أول ما شافته جريت ناحيته وقالت بصوت ضعيف: عمو، خرجني من هنا، مش عايزة أقعد هنا تاني. كل ما أنام يصحوني ويقولولي قلبك غالي. الكلمة دي وجعت قلبها. عمر حس إنه عايز يصرخ، ركع قدامها وحاول يهديها. انت اسمك ايه؟ اسمي مريم. مريم، اوعي تخافي، انا هنا ومش هسيبك. لكن قبل ما يكمل كلامه الباب اتفتح فجأة. دكتور من العصابة دخل، بصله بحدة وقال: إيه اللي بتعمله هنا؟ المكان ده ممنوع حد يدخله غير المصرح بيه. عمر اتلخبط وقال بسرعة: كنت ببص بس سمعت صوت. الدكتور ابتسم ابتسامة باردة وقال: دي مش بضاعة عادية، دي قلبها محجوز لزبون خاص، بلاش تقرب منها. وخده من دراعه وخرجه بره الأوضة. لكن صوت الطفلة وهي بتنادي: عمو، ما تسيبنيش، فضل يرن في ودانه وهو ماشي في الكوريدور. ومن اللحظة دي عمر عرف إنه مش بس لازم يلاقي حسام، هو لازم ينقذ مريم كمان، حتى لو حياته كلها ضاعت. من ساعة ما عمر شاف مريم بقى ما بينامش، دماغه هتنفجر، قلبه مشغول، وكل يوم بيقرب من الخط الأحمر اللي ممكن يفضحه. لكن الغريب إن كل مرة يقرب يلاقي نفسه بيتكشف فجأة، كأن في حد بيراقبه وبيبلغ عنه. وفي ليلة بعد ما خلص شيفت مرهق لقى حد مستنيه في جراج المستشفى.
كان صديقه القديم كريم اللي ساعده في الأول يدخل المستشفى من غير ما يلفت الأنظار. عمر اتبسط وقال: كريم، إيه ده؟ أنت إزاي جيت هنا؟ كريم رد ببرود غريب: جيت أطمن عليك وأشوفك ماشي في السكة الصح ولا لأ. عمر استغرب: سكة إيه؟ أنا قربت أوصل للي بدور عليه. كريم ضحك ضحكة باهتة وقال: بس واضح إنك نسيت حاجة، إحنا مش على نفس الجانب يا عمر. في اللحظة دي قلب عمر وقع. كريم طلع مسدس صغير من تحت الجاكيت ووجهه ليه: أنا بشتغل معاهم، والشبكة دي مش لعبة، كان المفروض أبعدك من الأول، بس أنت عنيد. عمر اتراجع خطوتين مش قادر يستوعب. أنت؟ بعد السنين دي كلها؟ أنت اللي كنت بتقولي إن أخوك؟ كريم رد ببرود: في السوق ده مفيش أخوة ولا صداقة، في فلوس وبس، وأنا اخترت أعيش. الصمت نزل بينهم تقيل. عمر حس إنه اتطعن بخنجر في ظهره، لكن قبل ما كريم يضغط على الزناد ظهر صوت من آخر الجراج: سيبه يا كريم، إحنا محتاجينه. اللي دخل كان واحد من كبار الشبكة، وابتسم وقال: عمر عنده فضول، والفضول ساعات بيخلي الواحد يشتغل معانا بدل ما يبقى ضدنا. كريم بصله بارتباك، وعمر لأول مرة يلاقي نفسه واقف قدام اختيارين: يا إما يتظاهر إنه هيخون مبادئه ويشتغل معاهم، يا إما يواجه الموت في لحظته. بعد ما الراجل الكبير دخل الجراج وأنقذ عمر من رصاصة كريم، الموقف اتغير. الراجل الكبير بص لعمر وقال له: إحنا بنراقبك من الأول وشفنا إنك جريء، ممكن نستفيد منك بدل ما نخسرك. عمر أخد نفس عميق ورد بهدوء محسوب: أنا مش غريب عن السوق، أنا فاهم إن اللي معاه قوة وفلوس هو اللي بيعيش. لو ما كانش كريم سبقني أنا كنت هعرض نفسي عليكم. كريم اتصدم وبصله بصة كره، لكن الكبير ضحك وقال: عجبني كلامك، من النهاردة أنت معانا. بس جوه عمر كان في عاصفة. هو عارف إنه لو بان ضعيف هيقتلوه، ولو بان مخلص ليهم هيتحول وحش زيهم. الحل الوحيد إنه يلعب لعبتهم من غير ما يبيع نفسه. أول اختبار جاله بسرعة، المطلوب منه يشارك في نقل شحنة أعضاء من المستشفى لمكان تخزين سري، عربيات إسعاف معدلة، حراسة مشددة، والليلة كلها مليانة مخاطرة. عمر مثل إنه متحمس وقال: أنا جاهز، وروني انتوا بتشتغلوا إزاي. وفي السر بدأ يخطط إزاي يعرف مكان التخزين الحقيقي، إزاي يسيب وراه علامة أو دليل يوصله للشرطة أو أي حد يقدر يساعده. وفي عز ما كان عمر بيرتب أفكاره، كريم قرب منه وقال له بصوت واطي: ما تفتكرش إني هسيبك تعيش لوقت طويل، أنا هفضل وراك. عمر رد بنفس البرود: جرب يا كريم، بس اوعى تنسى إني عارف عنك حاجات ممكن تخلص عليك. العيون اتقابلت وبدأت لعبة أكبر من مجرد تجارة أعضاء، بقت حرب عقول، واللي هيغلط الأول هيدفن تحت تراب السوق. ليل العملية جه والهوا كان خفيف، بس الجو جوه قلب عمر كان عاصفة. عربية الإسعاف اللي اتفقوا عليها واقفة في مكان مظبوط، الأضواء مطفية وفيها بس الكشافات الصغيرة اللي الناس بتستخدمها وقت النقل علشان ما يلفتوش الانتباه. الكبير وقف قدام الفريق وقال بصوت واطي: اللي معانا الليلة مهم، محدش يفتح الشنط إلا في المكان والوقت المحدد. عمر ماسك شنطة نقالة وشايل نفس الحمل اللي حس بيه قبل كده في أول مرة، شنطة متبطنة ومكتوب عليها شفرات،
جواها أعضاء متقطعة ومربوطة بعناية، أسماء مكتوبة، أرقام أوامر، أماكن تسليم، كل حاجة مترتبة كأنها خارجة من مصنع. الاتنين اللي معاه كانوا وجوه جديدة، واحد منهم اسمه سامي، شاب واطي الصوت، والتاني ست مهتمة بكل تفاصيل النقل. كريم واقف وراه بنظرة ما ينفعش تتوصف، نصها كره ونصها خوف. العربية بدأت تتحرك. الطريق كان طويل والسرعة متوسطة. عمر بيطمن نفسه، لو عربية الإسعاف وقفت فجأة في كمين، لو لفتوا الانتباه، هيبقوا كلهم هدف. وفجأة وهم ماشيين ظهرت عربية تانية ماشية بسرعة جنونية، ضوء كشاف بيبلغهم إن في حاجة غلط. العربية اللي وراهم بدأت تلاحقهم. قلب عمر بيدق بقوة. كريم وسامي دخلوا في حالة توتر، والبنت المسؤولة عن الشنط بدأت تصفر بصوت منخفض. الكبير صرخ: ده كمين، اربطوا الشنط وخبوها تحت الأغطية، محدش يخرج بره العربية، لو حد نزل هنضطر نتعامل معاهم. في اللحظة دي سامي فتح شنطة صغيرة مخفية في العربية وسحب منها جهاز، مش تليفون، جهاز إرسال بسيط. قلب عمر دق، ده دليل صغير يقدر يوصل أي حد بالمكان. فكر على طول، لو يقدر يسيب علامة للي بيلاحقهم يعرف بيها مكان التخزين، يبقى فرصة إن حد يقبض عليهم. لكن لو اتكشف الجهاز هيعرفوا كاتب الرسالة واللي دبر الخيانة. العربية أخيراً وقفت في مكان مهجور جنب مخزن قديم. الناس اللي بتلاحقهم نزلت برضه، كانوا مجموعة صغيرة مش عدد كبير. كله حصل بسرعة، كلام، صراخ، رصاص بيطلع كأنهم في فيلم. واحد من اللي بيلاحقهم نزل وراح لظهر العربية، حاول يجري وراهم. بالقرب من المخزن حصل اشتباك كبير. واحد من العصابة جه فيه طلق ناري وصرخ. عمر لقى نفسه بيتحرك من غير ما يحس، بيجري ورا سامي اللي راح يفتح باب المخزن، يحاول يخلي اللي معاه يتبعوه لداخل المكان الخطأ. جوه المخزن كان ضوء خافت ورفوف فيها صناديق. عمر لخبط الشنط بسرعة وحط علامة صغيرة، شريط لونه رمادي، علامة بسيطة يستدل عليها لو حد راح يفحص الصناديق بعد كده. بعد ده كله سمع صرخة مدوية، في ناس بتحاول تنقذهم. صوت شرطة، صوت عصابة تانية، ما كانش واضح. الليل انتهى بصوت صفارة بعيدة وريحة بنزين وصراخ، وقعدة سريعة للعصابة تجمع فيها الجرحى. لما الجو اهدى شوية، الكبير بص لعمر بنظرة جديدة، مش غضب ولا رضا، حاجة أخطر، تقدير مش مرتب. قال: انت شجاع، بس شجاعتك ممكن تكسرك، خلي بالك. عمر أنقذ نفسه بصعوبة. جوه قلبه كان فرحان إنه كسر جزء من الطوق اللي على رقبته، لكنه كان خايف كمان إن أي دليل بسيط يفضحه. الشنط وصلت والمهمة نجحت، بس بتكلفة خفيفة. سامي كان مجروح وكريم بقى بارد أكتر من الأول. وهم راجعين موبايل عمر رن، رسالة واحدة جاية من رقم مجهول: إحنا شايفينك، ما تلعبش معانا. عمر قفل الموبايل وبص للشارع الفاضي، حس إن اللعبة عدت حدودها، بقى مش بس نقل أعضاء، بقى مواجهة صراعات وخيانات، وإنه دلوقتي في نص حرب ما يعرفش نهايتها. الليل اللي بعد عملية الشحنة عمر نام لأول مرة من كتر الإرهاق، لكن النوم ما كانش راحة، كان جحيم. شاف نفسه مربوط في أوضة عمليات، والدكاترة حواليه لابسين الماسك الأبيض، بس الوشوش مش واضحة. صوتهم بيقول: المتبرع جاهز؟ أيوة، ده أغلى قلب جالنا. حاول يقوم، لقى نفسه مش قادر يتحرك، قلبه بيدق بعنف كأنه عايز يخرج من صدره. وفجأة ظهر وش مريم الطفلة وهي بتبصله وتقول: انت وعدتني يا عمو، ما تسيبنيش. العيلة كلها ظهرت وراها،
حسام، أمه، أبوه، وشوشهم باهتة، عينيهم مطفية، بيبصوله كأنه خانهم. حسام قال له بصوت ميت: جيت تدور عليا ولا جيت تبيعني؟ صرخة خرجت من بقه جوه الحلم، وفجأة لقى نفسه واقع في بحر اسود مليان شنط طبية عايمة. كل شنطة بتتفتح ويطلع منها ايد، رجل، قلب بينبض. كان بيغرق معاهم. صحي مفزوع، عرقان، كأنه لسه طالع من تحت مية. وهو بيحاول يلم نفسه، الموبايل رن. رسالة جديدة: لسه فاكر الطفلة؟ لو حاولت تقرب منها تاني هتنتهي قبل ما تبدأ. الكابوس ما كانش حلم وبس، الكابوس بقى واقع، والعدو عارف نقطة ضعفه. من بعد الرسالة اللي جات له، عمر بقى عارف إنهم بيراقبوا كل حركة ليه. بس صورة مريم ما سابتهوش. كل ما يغمض عينه يشوفها قاعدة في الأوضة المظلمة، عينيها بتستغيث. قرر عمر يعمل حركة خطيرة. استغل وقت الشفت بتاعه وراح على الدور السفلي اللي فيه الأوض الممنوعة. الممر فاضي تقريبا، غير من صوت خطوات بعيدة. وصل للباب اللي شافها فيه قبل كده، فتح بحذر ولقى مريم لسه هناك، مرمية في الركن، أضعف من المرة الأولى. أول ما شافته عينيها نوروا. عمو، انت رجعت. قعد جنبها وقال بسرعة: اسمعيني يا مريم، أنا مش هسيبك، بس لازم تستحملي شوية. اللي بيعملوه هنا جريمة كبيرة، وأنا بحاول أوقفهم. البنت دموعها نزلت، مسكت إيده بكل قوتها. خدني معاك دلوقتي، أنا بخاف كل يوم يقولولي دورك قرب. الكلمة دي كسرت قلبه، بس قبل ما يرد سمع خطوات تقيلة في الكوريدور. قفل الباب بسرعة وقال لها بهمس: اعملي نفسك نايمة، ما تتحركيش. دخل الحارس، فتح الباب وشافها نايمة زي ما هي. بص لعمر وقال بشك: انت بتعمل ايه هنا تاني؟ عمر تماسك ورد بهدوء: الكبير قال لي راجع الحالة دي عشان في عميل مستعجل. الحارس هز راسه وقال: تمام، بس خلي بالك، البضاعة دي غالية، غلطتك فيها هتدفع تمنها حياتك. عمر خرج نفس طويل وبص لمريم بنظرة وعد: استني، المرة الجاية مش هسيبك هنا. لكن وهو ماشي في الكوريدور شاف كريم واقف بعيد بيتفرج عليه من غير ما يتكلم. الابتسامة اللي على وش كريم كانت كافية تقوله: أنا عارف كل حاجة وهسيبك تغرق ببطء. بعد ما شاف ابتسامة كريم المريبة، عمر فهم إن وقته بقى ضيق. لو استنى أكتر مريم هتضيع وهو معاها. قعد طول الليل في شقته الصغيرة يخطط. على الترابيزة قدامه ورق مطبوع من الملفات اللي سرقها من المكتب، موبايل قديم شغال بس بالشريحة السوداء اللي كان مستخدمها في شغله قبل ما يدخل المستشفى، خريطة للمكان حوالين المستشفى فيها مخارج الطوارئ والأنفاق اللي بتستخدم لنقل النفايات الطبية. بدأ يربط الخيوط. مريم لازم تتنقل من أوضتها من غير ما الحراس يحسوا. لازم يسيب دليل يوصل الصحافة أو الشرطة لمكان الشبكة. لازم يخلص من مراقبة كريم، أو على الأقل يضلله. كتب بخط إيده على ورقة: العملية هتكون في ليلتين. لازم أوهمهم إني مع الصفقة الجديدة واستغل وقت النقل عشان أهرب بالطفلة. لكن كان عارف إن خطة زي دي محتاجة عين من جوه تساعده. افتكر نورة الممرضة اللي شافها مرة بترتب ملفات، ووشها كان باين عليه رفض لكل اللي بيحصل. قال لنفسه: لو في حد ممكن يغامر تبقى هي. اليوم اللي بعده قرب منها في الكافيتيريا وقال بهمس:
أنا عارف إنك مش راضية عن اللي بيحصل ومحتاج مساعدتك. في طفلة هنا حياتها على المحك. نورة وشها اتخطف وقالت: انت مجنون، لو حد سمعنا هنختفي احنا الاتنين. رد عليها: أهو ده اللي عايزينه منهم، يفتكرونا اختفينا، بس المرة دي هنختفي ومعانا دليل. سكتت للحظة وقالت بصوت واطي: اديني خطة واضحة وانا معاك. ابتسم لأول مرة من شهور، بس في اللحظة دي لقى رسالة جديدة على موبايله: أحلى حاجة فيك إنك دايما بتفضح نفسك، استمر يا عمر. الرسالة من رقم مجهول، يعني في حد بيسمعه حتى دلوقتي. من بعد ما اتفق مع نورة، عمر بقى بيتحرك بحذر أكتر. أي خطوة محسوبة، أي كلمة بيتأكد إنها مش مسموعة. بس الرسالة اللي جات له أكدت له إن في عين قريبة جدا منه. بدأ يراجع كل اللي حواليه، العمال، الممرضين، الأطباء، وحتى عمال النظافة. لكن كل ما يشك في حد يلاقي حاجة تبعد الشبهة. وفي يوم وهو داخل غرفة الاستراحة، لمح كريم قاعد مع واحد من الإدارة بيتكلموا في موبايل غريب مش من اللي بيستعملوه جوه المستشفى. لما شافه قفل الموبايل بسرعة وحاول يضحك: يا عم شكلك مرهق، تعال اقعد شوية. لكن عمر حس إن في حاجة غلط. بدأ يفتش حواليه لحد ما لقى فرصة وهو بيدخل أوضة العمليات، ولقط الموبايل اللي كريم كان بيستخدمه. لما فتحه لقى رسايل متبادلة بين كريم وواحد متسجل باسم الكبير. الرسايل كلها بتأكد إن كريم هو اللي بيوصل أخبار عمر خطوة بخطوة. والأخطر إنه كاتب: الواد عمر بيدور على الطفلة، أظن وقتها خلص. عمر إيده اترعشت، بس كتم غضبه. حط الموبايل مكانه من غير ما حد ياخد باله. ولما واجه نورة باللي عرفه قالت له: يعني صديقك اللي دخلك المستشفى هو نفسه اللي هيسلمك ليهم؟ الخيانة أقرب لك من دمك. عمر حط إيده على وشه وقال: يبقى لازم أسبق بخطوة واستعمل خيانته ضده. بدأ يجهز خطة بديلة هيخلي كريم يفتكر إنه كسب، لكن في اللحظة المناسبة هيقلب الطاولة. الليلة دي كانت مختلفة. المستشفى شبه فاضية، ومعظم العمال اتسحبوا فجأة لمهمة طارئة قالوا عليها عملية خاصة. بس عمر عارف إن الليلة دي هي ساعة الحسم. نورة جات له في الكوريدور وهمست: الطفلة اتنقلت تحت، التجهيزات بتقول إنها هتتسلم بكرة الصبح. عمر حس إن الوقت بقى زي الرمل اللي بيقع من بين صوابع إيده. قال لها: النهاردة مش بكرة، لازم نخرجها دلوقتي. في نفس اللحظة ظهر كريم من بعيد بابتسامة ساخرة: واضح إنك بتحب تلعب بالنار يا عمر، بس خلاص اللعب انتهى. وهو بيتكلم دخلوا رجالة من الشبكة مسلحين وحاصروا الممر. الكبير نفسه ظهر وقال بصوت تقيل: احنا صبرنا كتير، كنت فاكر انك هتقدر مكانتك، لكن انت اخترت مصيرك. عمر وقف ثابت وعينيه بتلمع: أيوة، اخترت إني ما بقاش واحد منكم. فجأة انفجار ضخم هز المكان، السقف اتشقق، الدخان مالي المكان، أصوات صراخ ورصاص، الأنوار قطعت وكل حاجة بقت فوضى. نورة مسكت إيد عمر: دي فرصتنا. جريوا على أوضة مريم، لقوها مرمية على سرير طبي متخدرة نص نص. شالها بسرعة على كتفه وقال: امشي من الطريق الخلفي. لكن وسط الدخان سمع صوت مألوف: فاكر إني هسيبك تهرب؟ كان كريم ماسك مسدس وواقف قدام باب الخروج.
اللحظة اتجمدت، مريم على كتف عمر، نورة وراه، كريم قدامهم، والدخان حواليهم زي جدار. عمر رفع صوته وقال: لو ضربت هتموت هي كمان، ووقتها مش هتقبضوا ولا مليم. الكبير كان لسه بعيد بيزعق للرجالة، والدنيا كلها ولعة. كريم وشه اتبدل بين الغضب والتردد، وأخيرا ضغط على الزناد. لكن الرصاصة ما جاتش في عمر، جات في أنبوبة غاز كانت على جنب الكوريدور. الانفجار التاني حصل والسقف وقع جزء منه. عمر استغل اللحظة، خبط كريم برجله وجري بأقصى سرعة هو ونورة ومعاهم مريم. وراه السوق كله كان بينهار حرفياً. عمر خرج من باب الطوارئ الخلفي وهو شايل مريم على كتفه ونورة جنبه. وراهم دخان اسود وصرخات ورصاص بيتلاشى في الفوضى. المكان كله كان بيولع، وكأن السوق اللي عاشوا جواه شهور طويلة بيولع معاه. وصلوا الشارع الجانبي، لقوا عربية إسعاف واقفة مفيهاش حد. ركبوا مريم جوه، ونورة بدأت تحاول تفوقها من تأثير المخدر. عمر مسك إيدها وقال لها بهدوء: خلاص، انت في أمان يا مريم. البنت فتحت عينها بصعوبة وبصت له. كنت عارفة إنك مش هتسيبني. دمعة نزلت من عين عمر، لأول مرة يحس إنه أنقذ روح بريئة. لكن قبل ما يتحركوا سمع صوت خطوات وراهم. التفت، لقى كريم نصه متبهدل من الانفجار، واقف وهو ماسك مسدس بيتمرجح في إيده. وشه كان نصه محروق وصوته مبحوح: عمرك ما هتهرب يا عمر، إحنا زي الظل، حتى لو السوق وقع إحنا بنرجع. كريم رفع المسدس، لكن قبل ما يضغط وقع على الأرض. الرصاصة جت من بعيد، كانت الشرطة اللي أخيراً وصلت بعد البلاغ المجهول، الجهاز اللي عمر خباه قبل كده في مكان المخزن. الشرطة اقتحمت المكان وقبضوا على الشبكة، بس الكبير نفسه اختفى وسط الفوضى، محدش عارف اختفى ازاي. بس الشبكة اتقطعت وملفات كتير اتسربت، وفضيحة تجارة الأعضاء بقت على كل لسان. بعد أيام مريم بقت في دار رعاية آمنة تحت حماية حكومية. نورة سابت شغلها وابتدت شغل جديد بعيد عن الدم. وعمر ساب القاهرة كلها، راح مدينة تانية، عايش حياة بسيطة، بس كل ما يبص في المراية يشوف جرح كبير جوه عينه. هو كسب؟ أيوة. أنقذ مريم وكشف السوق؟ أيوة. بس قلبه فضل مربوط هناك في الظلال. آخر مشهد، عمر واقف على كورنيش النيل بيبص للمية، وصوت داخلي بيقول: الظلال ما بتموتش، لكن يمكن النور يغلبها يوم.